صاحب جوزي بص في عيني وحدد القواعد. قال لي إن لو هكمل القاعدة معاهم لازم أبقى بالشكل اللي هو عايزه بالظبط. كنت قاعدة هناك وجوزي قاعد جنبي بيسمع كل كلمة. فضلت مستنياه يقول كلمة، أي كلمة توقف الطلب ده. كنت بقول جواه قول له لأ، قول له مش هينفع، أنت عايز منها إيه؟ لكن الكلمة ما جاتش. جوزي فضل ساكت خالص وكأنه بيقول لي بالصمت إن أسمع كلام صاحبه وأنفذ. وده اللي حصل بالظبط. قعدت قدامهم بالشكل اللي طلبوا مني من غير أي حاجة، وهما الاتنين قاعدين كأن ده شيء طبيعي. صاحب جوزي كان مبسوط، بيبصلي بابتسامة عارفة إنه كسب الجولة. الفترة اللي بعد كده كل ما يجي عندنا كان بيحاول يقرب مني أكتر. كان بيبدأ حركات صغيرة بس كنت بوقفها في أولها. ما كنتش بخليه يكمل، كنت أبعد عنه أو أغير السالفة عشان ما يوصلش للي هو عايزه. كنت فاكرة إني المسك كنترولز في إيديا، لكن في الليلة دي الدنيا اختلفت. كنت قدامه من غير أي حاجة زي ما هو طلب بالظبط. كنا بنلعب لعبتنا المعتادة اللي فيها الاتنين الخسرانين ما يقدرش يرفضوا أي طلب من اللي يكسب. لعبنا ولقيت جوزي هو اللي كسب في الجولة دي. جهزت نفسي لأي طلب عادي، حاجة زي اللي قبل كده، بس اللي طلبه صعقني. بص في عيني وقال عايزك انتي وصاحبي تكونوا مع بعض وتعملوا الموضوع ده قدامي. دهشت، فضلت بصله مش مصدقة. قلتله انت بتتكلم بجد؟ احنا بنهزر يعني. كنت متخيلة ان الموضوع هيوصل للمرحلة دي أبداً، بس جوزي كان واضح. قال لي احنا اتفقنا من الأول، أنا كسبت وانتي لازم تسمعي الكلام. صاحب جوزي كان مصدوم زيه زيك، مش مصدق اللي بيسمعه. وفجأة لقيت نفسي في موقف ما تخيلتهوش في يوم من الأيام، وجوزي قاعد قدامي عينه فيها بريق غريب. تشويقة. كنت فاكرة إني عارفة الراجل اللي اتجوزته، لكن في اللحظة دي حسيت إني قدام شخص غريب خالص. ومع بداية اللي حصل اكتشفت حاجة جوايا أنا نفسي ما كنتش متوقعة وجودها. حاجة هتجرني بعد كده في دوامة مش هقدر أطلع منها بسهولة. اللي بدأ كحاجة اتحطيت فيها غصباً عني بدأ ياخذ منحنى تاني. جوزي كان قاعد يتفرج، وكل ما يطول الموضوع كان يبسطه أكتر. كانت عينه فيها حماس غريب، حاسة إنه مبسوط بطريقة أنا ما شفتهاش قبل كده. وأنا نفسي بالرغم من كل شيء بدأت أحس بإحساس مختلف. صاحب جوزي اللي كان طول الفترة اللي فاتت بيحاول يقرب مني بقى دلوقتي في موقف إن أنا مش ببعده. في الأول كنت بخلص الموضوع بسرعة عشان الدين اللي عليا من اللعبة يتسد، بس مع الوقت ومع نظرات جوزي اللي بتشجع حسيت إني بدأت أسيب نفسي. الموضوع ما بقاش مجرد إنفاذ للطلب، بقيت أنا كمان بدأت أرغب فيه. المرة الأولى جابت التانية، والتانية جابت التالتة. بقى لينا روتين، كنا نتلتنا نلعب وبعدين اللي يكسب من جوزي أو صاحبه يطلب. وأنا بقيت بدل ما خاف من اللحظة أبقى مستنيها. بدأت أخسر نفسي في الحماس اللي كان بيزيد مع كل مرة. في مرة من الليالي بعد ما خلصنا اللعب لقيت نفسي قاعدة في الأوضة مع صاحب جوزي لوحدينا. كنا بنرتاح ونتكلم بهدوء، وجوزي كان نام على الكنبة في الصالة. الموضوع كان طبيعي بشكل غريب، وكأننا عملنا كده 1000 مرة. أنا عارفة إن القصة بتاعتنا مشت بسرعة، لكن عشان تفهموا أكتر لازم أرجع شوية للوراء. اسمي هبة، عندي 28 سنة، اتجوزت من قريب واحد كنت بشتغل معاه في المصنع. كنا صحاب في الأول، نتكلم كل يوم وننهزر. كان شخص لطيف ودمه خفيف، ومع الوقت بدأ يفكر في خطوة الجواز. تشويقة. حسيت إن ده الوقت المناسب إن يستقر وابني بيت. قلت لنفسي ده راجل محترم وهنبني حياة سوية، لكن ما كنتش أتخيل أبداً إن الحياة السوية اللي كنت بحلم بيها هتكون مجرد بداية لطريق ملتوٍ ما كنتش مستعدة ليه. طريق ابتدى من كلام بسيط لكنه قلب حياتي رأساً على عقب. لما جوزي اتقدم لي كنت في سن 27 وحسيت إن ده الوقت المناسب. كنت شايفة إنه راجل كويس وبيطلب الحلال وخفت أضيع الفرصة. مش عايزة أقول إني كنت خايفة من العنوسة، بس فعلاً الواحد لما يوصل للسن ده بيفكر في المستقبل. وبعدين أنا عارفة إني مش وحشة، عندي حاجات تميزني عن غيري، لكن برضو كان نفسي أستقر. وافقنا أهلي وأهله
واتجوزنا في وقت قريب. ليلة الدخلة كانت حاجة تانية خالص. كنا متعطشين لبعض بشكل مش طبيعي. أنا كنت عايشة فترة طويلة من غير علاقة، وأي حد عاش الفترة دي يعرف قد إيه الواحد بيفكر في الموضوع ده. بتفضل تفكر فيه وتنام وتصحى، وأمنيتك إن تلاقي حد جنبك. ولما جوزي جه لقيت اللي كنت بدور عليه. أول يوم لينا قضيناه مع بعض من غير ما نحس بالوقت. كنا بنحب بعض بشكل مش طبيعي. هو كان بيحب العلاقة الحميمة بينا جدا، وكان يستنى كل يوم بالليل عشان نكون سوا. أنا كنت مبسوطة وموافقة على كل حاجة عشان أشوفه سعيد. 4 أو 5 شهور مرت وكانت أحلى أيام حياتي. لكن بعد كده ابتدى جوزي يفتح مواضيع جديدة. قال لي تعالي نغير شوية، نجدد في علاقتنا. سألته إزاي؟ قلت له إحنا عملنا كل حاجة أنت بتحبها. ساعتها ابتدى يوريني أفلام، حاجات عمري ما شفتها قبل كده في حياتي. كنت مصدومة في الأول. كان يشرح لي المشاهد ويقول لي شايفة اللي بيعملوه؟ دول ممكن يكونوا 2 مع بعض، دول 3. وقال لي إن أصحابه بيعملوا كده برضه. كان يقفل عينيه وإحنا سوا ويتخيلني مع حد تاني أو 2. تشويقة. فضلت فترة أمشي معاه عشان خاطره. قلت طالما مبسوط مفيش مشكلة. لكن مع الوقت الحوار بدأ يأثر فيا بشكل سلبي. حسيت إني مش مرتاحة، إني مش موافقة على اللي بيحصل، وقررت أواجهه. لكن ما كنتش أعرف إن المواجهة دي هتفتح باب أكبر من اللي كنت متخيلاه. باب دخل منه حد تالت حياتنا. بعد الخناقة اللي حصلت بينا وبطلنا نتفرج على الأفلام، الدنيا هدأت شوية. لكن بعد أسبوعين بالظبط جوزي قال لي إن في واحد صاحبه هيجيله يقعد معاه شوية. قلت له ماشي، أنا هدخل أوضتي وأقعدوا براحتكم. الراجل جه وسلم عليا وكنت لطيفة معاه. بعد كده دخلت الأوضة، بقى يجي مرتين في الأسبوع، وكانوا يقعدوا ساعات طويلة في الصالة. الموضوع كان عادي بالنسبة لي، ما كنتش بحس بوجودهم ولا بتضايق من حاجة. لحد ما في مرة من المرات حد خبط على باب أوضتي. فتحت لقيت جوزي واقف. قال لي انتي فاضية؟ تعالي العبي معانا شوية كوتشينة. لبست هدومي وطلعت. قعدنا نتكلم ونلعب. اللعبة دي فيها أحكام. اللي يكسب يطلب اللي هو عايزه من اللي يخسره. في الأول كان الطلب بسيط، حضن أو ضحكة أو كده. صاحب جوزي كان لعيب قوي، وكان لما يكسب يطلب مني أحضن جوزي أو هو يحضني. الدنيا كانت لطيفة. بس في مرة من المرات جوزي هو اللي كسب وطلب مني حاجة مختلفة خالص. قال لي عايزك تحضني صاحبي قدامي. بصيت له في عينه مستغربة. قلت له بلاش هزار بايخ، احنا بنلعب يعني. قال لي لا عادي، ايه المشكلة، ده حضن بس. في اللحظة دي حسيت إن في حاجة غلط. اكتشفت إن جوزي هو اللي عايز يحصل كده من الأول، مش صاحبه. الموضوع كان مخطط له. بدأت أتوتر. فكرت بسرعة في اللي جوزي كان بيحلم بيه زمان، اللي كان بيتخيله وأنا مع صاحبه. حسيت إني وقفت على حافة الهاوية. اعتذرت وقلت لهم سماحوا، هدخل أجيب حاجة. دخلت الأوضة، لكن بدل ما أجيب حاجة لبست هدومي بسرعة وأخذت شنطتي وخرجت من الشقة بهدوء. نزلت السلم جري ونزلت في الشارع. خفت إن جوزي يكمل الموضوع ده غصب عني ويخليني أعمل حاجة أنا مش عايزاها. ركضت لغاية ما وصلت بيت أهلي. تشويقة. قعدت في بيت أهلي أسبوع كامل. ما ردتش على تليفونات جوزي. كنت فاكرة إنه هيفهم إن الموضوع خلص، لكن بابا اتصل بيه من غير ما أعرف، وجوزي جيب نفسه عشان يرجعني. اداني وعود إن الدنيا هتبقى زي الأول، وصدقته. لكن ما كنتش أعرف إن اللي جاي كان أصعب بكتير. رجعتوه معايا البيت. محدش من أهلي عارف الحقيقة. قلت لهم إحنا كنا اختلفنا على حاجة صغيرة. كنت خايفة أخرب بيتي على الفاضي. عشنا شهر، 2، 3، والدينا زي الفل. الدنيا رجعت هادئة، وبدأت أنسى اللي حصل. حسيت إن جوزي فعلاً تاب، وإن الموضوع ده خلص للأبد. لكن فجأة فتح الموضوع تاني. جاب سيرة صاحبه وقال لي أنا لسه نفسي في الموضوع ده، حتى لو مرة واحدة. صدقيني هتنبسطي وهتبقي مبسوطة زينا. رفضت تاني. قلت له لأ، أنا تربيتي وأخلاقي ما تسمحش بحاجة زي دي. حرام عليك، أنت مش خايف على بيتك؟ لكن ما سكتش. قال لي طب بصي، هي مرة واحدة، ممكن أحطلك حاجة في الشاي من غير ما تحسي وخلاص.
ساعتها حسيت إنه جن فعلا. الراجل اللي اتجوزته اختفى وفي حد تاني مكانه، حد مهووس بفكرة غريبة. بصيت له وقلت له: أنت مجنون رسمي؟ أنت بتقول إيه؟ قال لي: أنا مش قادر أستغنى عن الفكرة دي، أنا عايزة أجربها وهي هتخليني سعيد جدا. أنت مش عايزة ترضيني؟ أنا دلوقتي محتارة ومش عارفة أعمل إيه. جيت أحكي لكم قصتي عشان تقولولي رأيكم. وقفت بين نارين، لو وافقت هخسر نفسي وكرامتي وهخلي الباب مفتوح لأكبر من كده بعدين، ولو رفضت وطلبت الطلاق حياتي هتتهد. أنا لسه متجوزة جديدة وبحب الراجل ده، وبعدين زي ما قلتلكم أنا مش عايزة أرجع تاني أعيش من غير علاقة. الموضوع صعب وأنا متعودة عليه دلوقتي. تشويقة، أنا محتارة بين إني أحافظ على بيتي ووافق على حاجة ضد مبادئي، أو إني أحمي نفسي وأمشي قبل ما فوات الأوان. لو كنت مكاني هتعمل إيه؟ عايزة أسمع رأيكم بصراحة في التعليقات. أنا محتاجة حد يدلني، محتاجة أخرج من الدوامة دي قبل ما أندم.